الإسكندرية تقدم زي النهاردة. تاريخ من الماضي بساعة اليوم، كان فيها أحداث تحتاج ألبوم نحكيها في وقت يعدي قليل، لكن فايدته لسنين حتدوم. زي النهاردة. كلمات المقدمة إهداء الشاعر أحمد الحملة. زي النهاردة إبراهيم عبد العزيز، أماني أبو الصعود. أهلا بكم أصدقائي، وجولة جديدة مع بعض أحداث كانت زي النهاردة 21 أغسطس. زي النهاردة 21 أغسطس عام 1969 إحراق المسجد الأقصى. المسجد الأقصى واحد من أهم المعالم الإسلامية التي تتمتع بقداسة خاصة لدى المسلمين، فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين، وهو يقع في الحرم القدسي الشريف داخل البلدة القديمة لمدينة القدس. يمثل المنطقة المحاطة بالسور المستطيل الواقعة في جنوب شرق مدينة القدس المسورة، وهو يشتمل على قبة الصخرة والمسجد الأقصى المسمى بالجامع القبلي. هناك ما يقرب من 200 معلم آخر في هذا المربع. أما عن قياسات المسجد فيبلغ 281 مترا من الجنوب، ومن الشمال 310 أمتار، ومن الغرب 491 مترا. تشكل هذه المساحة سدس مساحة البلدة القديمة. وللمسجد الأقصى 14 بابا، منها ما أغلق بعد أن حرر صلاح الدين الأيوبي القدس. كان يعرف باسم بيت المقدس، وكانت القدس تعرف باسم إلياء. ومن معالم المسجد الأقصى قبة الصخرة والمصلى المرواني والجامع القبلي. مخطئ من يسميه بالحرم القدسي الشريف، فالصحيح هو المسجد الأقصى. وقد تعرض المسجد الأقصى للكثير من الاعتداءات من الكيان الصهيوني، وكان من بينها ما حدث له زي النهاردة من عام 1969 إذ تعرض للإحراق على يد مايكل دينيس. زي النهاردة إبراهيم عبد العزيز، أماني أبو الصعود.